année incroyable avec le Paris Saint-Germain. J'ai eu énormément de فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. حصد عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، متفوقا على نجم برشلونة الشاب لامين جمال، وذلك خلال حفل إقامته مجلة فرانس فوتبول بأحد المسارح العريقة بالعاصمة باريس الاثنين. وحابس الجميع أنفسهم قبل أن يكشف البرازيلي رونالدينو نجم منتخب البرازيل وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق عن هوية الفائز بين ديمبلي ولامين يامال. وأن تسعى الجنان الجناح الفرنسي الدولي من جمال الذي حقق خلال الحفل نفسه جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم للمرة الثانية على التوالي. وكشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أيضا عن ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل في سباق الجائزة المرموقة، حيث حل البرتغالي فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان ثالثا، خلفه المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رابعا، ثم البرازيلي رافينيا نجم برشلونة، وحال المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان في المركز السادس، وكيليان بابي نجم ريال مدريد سابعا، وكول بالمر لاعب تشيلسي ثامنا، ثم الإيطالي جينولوجي دوناراما حارس مرمى مانشستر المنتقل من باريس سان جيرمان تاسعا، فالبرتغالي نونو مينديز ظهير أيسر باريس سان جيرمان في المركز العاشر. إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو، إلى حلقة قادمة إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.